ربحتهم في القضيه ودرك بغات المسكينه هي تبيع الحاج. كلاوها بزاف، غبنوها بزاف الحاج. ربحتهم في محكمة الدنيا وستربحهم في محكمة الآخرة. ودرك رانا في نزاع مع خوتي. علاه؟ اون فات خوتي دخلوا المحكمة باش يبغوا يدوا حقهم باش يكونوا أعوذ بالله أعوذ بالله، دخلوا يماهم إلى المحكمة. سيدي أنا أستمع إليك. نعم. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راك غاية صحة خير؟ والله الحمد لله الحمد لله. نعم يا الحاج عندي سؤال. نعم. كان عندي بابا الله يرحمه. إيه؟ قبل ما يتوفى اون فيت كان عنده كانت عندنا سكنة النص، كان قبل ما يتوفى كان عنده هو النص وما النص. إيه؟ كانوا كي شراو السكنة دار النص على اسمه والنص على اسم أمه. إيه؟ وقبل ما يتوفى رجع النص تاعه دالها هبة، عطاها لها الهبة تاعه ليماك عطاها لأمه عند الموثق. عند الموثق واه. إيه؟ ودرك رانا في نزاع مع خوتي. علاه؟ اون فات خوتي دخلوا المحكمة باش يبغوا يدوا حقهم باش يكونوا أعوذ بالله أعوذ بالله، دخلوا يماهم إلى المحكمة. وي. علاه؟ واش حابين؟ واش هم حابين؟ باش يقلعوا لها الهبة ويدوا حق باباهم. ما عندهم والو في شريعة الله، قولوا ما يروحوا يشربوا الماء تاع البحر. ما عندهم والو في شريعة الله، هذه هبة. باباك كان عنده دار، النص تاع يماك والنص تاعو، قبل موته دامرته عند الموثق، هذاك النص تاعو عطاه لها هكذا. واه، وكان مسكين مريض من ذاك، عارف الدريه تاعه كي دايره، دريه غير صالحه الحاج. خليني منها سمعيني. باباك النصف نتاعو عند الموثق، عند الموثق كتبوا باليمك في حياته هكذا. جاوبيني. في حياته عند الموثق. واه خلاص السكن تاع يماكم ما عندهم والو، يروحوا يخدموا يحوسوا خدمه. كي يوصل لي يدخل يماه الى المحكمه ويوقف قدامها ويقول له سيدي القاضي هذه العجوز الواقفه امامكم ادت لي حقي، هكذا يتم الامور ولا لا؟ هكا كيما هم ديروا، هما داروا باللي زعما با كان مهبول وبا كان جابوا بزاف صالح. كي باباك اسمعيني جيدا. باباك لو كان مهبول الموثق ما يوثقلوش الوثيقه. يعطيك الصحه يا وحنا نعملوا بالموثق. انا لو كون قلت لي بابا قال لي يما نعطيك السكنه، يا وعندي جواب واحد اخر. لو كان بيناتهم برك في الدار كان عندي جواب، ولكن لما جبتي لي الموثق علاه واسمه موثق لأنه يتوثق من الناس اللي أمامه. وعلى واحد مهبول ما نفيقولوش ما نعرفوش بلي مجنون، لما يجي ما يقدرش يعرف هو. إذا وقعت الوثيقة من الموثق ويماك ادات النصف الثاني فهو ملك لها، هذا ملكها، ما عندهم حتى حق مع يماكم. وهذا الناس اللي وصلوا يماهم إلى المحكمة حسبنا الله ونعم الوكيل. نصيحتي لهم روحوا الزرب وطلبوا سماح من يماكم وبوسوا لها راسها ويديها ورجليها لعلها تسامحكم. يا ولو كان تدوا كل أموال الدنيا وما تدوش معاها الرضا تاع يماكم، والله غير ديتوا الجمر في يديكم. نعم يا أختي أنا أستمع إليك. بارك الله فيك الحاج، هذه غبنت علينا بزاف. حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حكمت المحكمة في القضية؟ ربحتهم في القضية ودرك بغات المسكينة هي تبيع الحاج. كلاوها بزاف، غبنوها بزاف الحاج. ربحتهم في محكمة الدنيا وستربحهم في محكمة الآخرة. الحاج كان يوصل ضربها وصلت أشكات فيه وجابوا لها كما احنا نقولوا الجاه، وسمحت لهم وهدوها وسمحت لهم مسكينه. وراهم كل واحد وحده ساهمتها بالفساد باللي ما دايره هذيك جاتكم. قولي حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا يا اختي. هكا عرفتي الجواب. الله يسلمك. امين يا رب العالمين امين. اللي يماهم غلبتهم في محكمة الدنيا وريحة الزيت تنتصر عليهم في محكمة الآخرة. خلاص روح تخدم يا ولدها، روح تخدم. باباك في حال حياته عنده النص تاع السكنة، عيط ليماكم داها لعند الموثق باش وثقه وشاف كلش، شاف الوثائق، شاف لعبات قدامه او عرف هذا موثق.
الشهادة تعود تساوي وقيل 4 شهادات والله أعلم. فإذا وثقها عند الموثق انتهت القصة. أنتم كبرتوا وليتوا رجال، عندكم الشلاغم، روحوا تخدموا، روحوا تعبوا، روحوا دبروا دار، اجروا اخدموا، ديروا المال واشروا. علاه رايحين يماكم مسكينة؟ واش بقى من حياتها عوض ما تعيش سعيدة مهنية؟ راهي كل مرة في المحكمة. هاي عيطت لك المحكمة تروح الحاجة مسكينة، هاي عيطت لك المحكمة روحي إلى المحكمة، مرة مع وليدها الكبير، مرة مع اللي تحته، مرة مع اللي تحت اللي تحته، وكل يوم محكمة ومحكمة ومحكمة. وهي في ثلث الليل الأخير يترفد يدها، يا ويترفد يدها. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل نافذة فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء. وين على بالك أنت؟ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنمي. وشكون إذا كان هذا المظلوم يماك؟ شحال من عجوزة تروح تخطب وحدة لوليدها، تبعوا مليحة باش تفهموا الصورة هذه، الصورة اللي حنقولها لكم. تروح تخطب وحدة لوليدها، تجيبها عروسة عندها، ومن بعد يموت باباهم، يروحوا يبيعوا الدار ويقسموا الميراث، ويماهم ما يصحلاش قسمة تشري دار. أما لا وليدها يقولها روحي تسكني عندي. ملي هي جابت العروسة وتولي هي ساكنة عند العروسة، وتولي هذيك العجوزة واقفة على الجمر. كي وليدها يجي زعفان تقول وقيل عليا، كي وليدها ما يحبش يتعشى وقيل عليا، كي تسمع العياط في البيت وقيل راهم يتفاتنوا على جالي، تولي شد كيفاه. اما انتم القفازه تاعكم قاعدين يبيعوا الدار، خموا على يماكم. ولو عندي حق في الميراث، وانت عندك حق، وانت عندك حق، وانت عندك حق، نتلاقاو كاع ندوا الحقوق نتاعنا. نعم نقسموا الميراث، ولكن في الواقع ما نقسموش الدار على يمانا، نظموا اليمانا كاع. واش عليه؟ البيت اللي صحت لي نخليها ليما، البيت اللي صحتك خلوها ليما. حتى الام هذه تبقى عايشه في البيت اللي عاشت مع زوجها، بعد ما تموت الام نبيعوا الدار ونتقاسموا الاموال. لكن الان لا، يشتري يبيع الدار ما يهموش يماه وين، تروح متشرده تبات في الشوارع، تبات عند انسبائها، لا يهمه، هو يهمه المال. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اكو سمعتوا يشرعوا في يماهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا والد راجل ويغير على بنته، وانا نستعرب بك وانت على حق ولا تتراجع. سائلة تقول والدي يجبرني على الجلباب وانا لا احبه. هي تقصد لا تحب الجلباب ولا تقصد انها لا تحب والدها. والدي يجبرني على الجلباب وأنا لا أحبه، فهل من حقه ذلك؟ أنا مغربية ووالدي يحبك ويستمع لك. أولا أقول لهذا الوالد ملأ الله بيتك، وملأ الله قلبك، وملأ الله قبرك، وملأ الله آخرتك نورا إن شاء الله. هذا والد راجل ويغير على بنته، وانا نستعرب بك وانت على حق ولا تتراجع. هذا باباك يا امرأة، هذا باباك ايتها البنت. باباك يعرف كيف يستر بناته، باباك يعرف ما الذي يجب. الواجب عليك ان تطيعي والدك. الجلباب في حد ذاته ليس مفروض وليس مرفوض. يعني المرأة تستطيع أن تستر نفسها بالجبة، بالحايك، بالتشادر، بالجلباب، بالحجاب، بالعباية، بكل لباس يستر هذه المرأة، أن يكون مستورا وأن يكون مريحا وأن يكون جميلا. إذا توفرت هذه الشروط فهو لباس تقره الشريعة.
ولكن لما الوالد نتاعك باباك هذا المغربي هذا الراجل هذا اختار الجلباب وأمرك به، طاعتك واجبة له، يولي الجلباب واجب عليك. فهمتي؟ يولي الجلباب واجب عليك لأن باباك قال لك اللبس الجلباب، وربي قال لك ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، واجب تطيعي باباك. نستعرض بك يا الحاج يا المروكي، نستعرض بك وبارك الله فيك، وسلم لي على أحباب قلبي، على أهل السجود، على أهل الركع، على أهل المساجد، على أهل الخير والبركة، سلم لي عليهم. باباك قال لك اللبسي جلباب تلبسي جلباب، وأنا لا أحبه، وأنا لا أحبه. السترة ما كاش امرأة ما تحبش السترة، ما كاش، هذه تلاعبت بك يعني الأهواء وهذه الأفلام وهذه الحضارة الكاذبة والشهوات. لما تتزوجي روحي اتزوجي إن شاء الله، كي يجيك راجل اتفاهمي مع زوجك، إذا كان زوجك يأمرك بالجلباب وجب عليك، وإن كان زوجك وافقك في هواك وقال لك واش عليه الحجاب ولا كل ما يستر المرأة فيجوز ذلك. أما الآن طيعي باباك، طيعي باباك. لو كان جات النساء تفهم والله العظيم غير كل امرأة تستر نفسها. يا باش يشوفك الراجل لازم يخلص لأن المرأة غالية في الإسلام، غالية. يا باش تدبر امرأة لازم تخطبها من وليها، ولا بد من الصداق والرضا بين الطرفين، ولا بد من الشهود والجماعة العدول، ولا بد من الوليمة، ولا بد أن تنفق عليها مدى حياتها إلى الموت، ولا بد من توفير مسكن، ولا بد من أن تغار عليها وتحميها بنفسك ودمك. المرأة في الإسلام يحب لك. شفت شعل عزيزة جاء وقال لك لا نحن نريد الحرية، نحن نريد التفتح، نحن نريد العصرنة. نحاو كاع هذيك الحماية التي وضعها لها الإسلام لهذه المرأة. واش ولات المرأة؟ يا جاوبوني المرأة كيف ولات الآن؟ بكري. سمعيها يا الأخت المغربية، بكري كنا صغار كنا نطلعوا في الحافلة، كنت نطلع في الحافلة، رجال جالسين في الحافلة كلهم رجال، تصعد امرأة الحايك تاعنا، الحايك الجزائري، حايك مرمى بوعوينة، تطلع امرأة بالحايك، الرجال كلهم ينوضوا، كل الرجال يقفون مرة واحدة، كل واحد يبدأ يحاول يعطي لها الكرسي نتاعو، احتراما لهذه المرأة، تقديرا لهذه المرأة. على لأن كانت المرأة مستورة، المرأة حيية تستحي. الآن يقول الحقيقة، الآن لما تصعد امرأة إلى الحافلة كيف يعاملوها؟ إذا كانت متسرولة ومتفتحة، إذا كانت متسرولة ومتفتحة وبالفيزو، الروائح الفاتنة، لا أحد يقدرها، لا أحد يحترمها، لا أحد يعتبرها، شباب جالسين ولا يحترمونها أصلا. علاه؟ لأن المرأة لما تفتحت دمرت نفسها. على هذه الحضارة الغربية أسقطت من قيمة المرأة، جعلت من المرأة وسيلة إشهار فقط، وسيلة لإشهار الملابس، وسيلة لإشهار الأحذية، بل وسيلة حتى لإشهار الكلاب. شفت في بعض القنوات الغربية يحبوا يشهروا كلب، يجيبوا امرأة متبرجة لإشهار كلب، حضارة الكلاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لا طيعي باباك، هاي الكلمة اللي نقولها لك، وما دام باباك يسمع لي أني فهمتك. صدرت إليك الأوامر ألا ترجع إلى الوراء، خليها متجلببة، يجي نهار تترحم عليك، والله غير تكبر وتترحم عليك وتقول الله يرحم بابا اللي استرني، الله يرحم بابا اللي كان يغير عليا، الله يرحم بابا اللي لبس لي الجلباب، الله يرحم بابا اللي لبس لي النقاب. فهمت؟ سائل يقول
خاطبت امرأة فاشترطت علي أن لا أتزوج عليها. جاوبت على هذا السؤال يا سيدي وقلت بأن الشرط باطل والعقد صحيح. الشرط باطل والعقد صحيح، لأن كل شرط يحرم حلالا أو يحلل حراما فهو باطل. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. واحد راح يبيع سيارة، شريت عليه سيارة، أعطيت له دراهم وأعطاني السيارة. واش قال لي؟ قال لي بشرط ما تسوقهاش. كيف ما نسوقهاش؟ لا خويا، أنا بعتها لك بشرط ما تركبهاش هذه السيارة. فالبيع صحيح والعقد باطل. البيع صحيح ما دام أنا قبضت المال، ما دام ديت السيارة هو دا المال. البيع صحيح والعقد باطل. والله يعمر داركم بالخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.